تمام. هنا بقى عند الجزء بتاع الحوض، زي ما انتم شايفين برضو، الزاويه هنا بقى واسعه شويه، حلوه شويه، وجنبها علبه كبيره، علبه 90، والعلبه بتاع الحوض برضو حاجه و90. تمام. وخدنا برضو المنظر الجمالي اللي هو في الاطراف ده. المنظر ده يعني ارفف طايره طبعا، جرانيت اللي هو الاحمر الاسواني، طبعا فخامه جدا جدا، افخم نوع جرانيت مصري. وبيتصدر يا جماعه برضه، يعني هو في ناس بره زي ما احنا بنستورد من بره الجرانيت وبيكون غالي، لا في ناس برضه بتستورد الاحمر الاسواني ده. وطبعا زي ما انتم شايفين احمر اسواني غامق، حاجه رايقه كده، ومع الشغل يعني ما شاء الله عليه يعني. بصوا بقى المطبخ ده يا جماعه بقى، يعني هتحسوا كده من بره ان هو مش منظر. لما تيجي تصور من الحته بتاعه الصندره دي، طبعا دي صندره معموله زي المنور يعني. تمام. السقف بتاعها احنا استغليناه في المطبخ، يعني وفرنا الجزء اللي هو العلوي ده، اللي هو بنعمله فرنتولا زي دي كده، وفرناه في الصندر ديت. وطبعا الجزء اللي فوقيها طبعا ما فيش صندر، فاضطرينا ان احنا نعمل ايه، اللي هي الفرنتولا، الجزء اللي فوق العلوي ده. فطبعا جه جزء صغير كده وجزء ايه، الجزء اللي هو فوق الكاميرا بكسلت، ايوه، الجزء اللي هو فوق وحده المطبقيه. تمام. طبعا هنا في بلاطين هيترموا ان شاء الله يعني، عشان كان في كهرباء عايز تتعدل. وديت الوحده بتاع المطبقيه، وجنبها العلبه الثانيه دي سيبناها فاضيه، بحيث السخان فيها خير وبركه، ما جاش فيها هو يتحط فوق المطبخ. تمام. وده بقى ده الدولاب بتاع الثلاجه، طبعا سيبناه مفتوح من الجنبين برضه عشان الحراره والتهويه. بالشكل ده كده هنا الثلاجه. تمام. وهنا كده بقى هيكون البوتاجاز، وعملنا الجزء العلبه اللي فوقيه بارتفاع عالي شويه، بحيث ان الباب بتاع البوتاجاز برضو يفتح، ما يعكسش في الاستعمال يعني. طبعا المقاس هنا احنا عاملينه يعني عاطين براح للبوتاجاز ب 5 سم، بحيث ان هو ما يزنقش برضه في الداخله وفي الطلعه. عندنا زاويتين، هتلاحظوا ان الزاويه دي ضيقه واسعه شويه، والزاويه دي ضيقه شويه. طبعا كل زاويه يكون لها استخدام. طبعا ممكن تستخدم الخزين اللي هو البصل والثوم او البطاطس والحاجات اللي بتتخزن ديت، وممكن برضه تحط فيها ادوات المطبخ زي الحلل والحاجات اللي ايه اللي هتدخل فيها. الظرف الطايره هو خدنا واحد في النص رخام عشان يعكس الشكل بتاعنا. زي ما انتم شايفين طبعا احنا واخدين في النص كده، في نص الشغل كله شريط رخام في وسط الاحمر، فعطي منظر كويس جدا. وهنا برضو الرف الطاير ده خدناه من رخام، بحيث ان هو يكون عاكس. وتحت كده بقى تلاحظوا ان الرف الطاير ده ماشي مع الشريط اللي هو البرواز بتاع الجلسه. طيب احنا عملنا البرواز ده كده جرانيت، اللي هو قايمه ونايمه جرانيت، ومن جوه الرخام الرخيص، عشان برضو ايه ما يكونش فيه تكلفه جامده. وفي نفس الوقت لما تقفل المونتان مش هيبان الرخام، لا هيبان كانك عامل الجلسه كمان جرانيت، يعني حاجه كويسه. طبعا الحوض بقى عملنا له برضو الحبسه اللي هي الغطسه، حوض ساقط، يعني احنا بنسميه حوض ساقط او حوض غاطس ايا كان، بس المهم ايه ان هو يتعمل بحيث ان احنا عندنا المساحه كلها تحط ميكرويف، تحط ادوات كهربائيه، مفيش اي ميه هتحصل اجزاء الرخامه كلها. هي الميه هتكون في الجزء بتاع الحوض اللي هو معمول في النص ده زي ما انتم شايفين. تمام. وطبعا الحله 2 عين اهيت مفتوحه، والفتحه بتاعتها جميله جدا يا جماعه، يعني بصوا الفتحه بتاعتها مفيش الهواء. طبعا احنا مثبتها باسمنت وكلها، فممكن تلاحظ اللي هو الايه الفرق اللون بتاع الاسمنت. وبرده لو ثبتها بسيليكون هيكون برده في فرق اللون بتاع السيليكون. وهنا برضه عملنا نفس الديكور اللي احنا عاملينه في الحوض، نفس الديكور اللي هنا عاملينه هنا، اللي هنا عاملينه هنا، معلش. وطبعا برضه برضه شكل جمالي جدا، يعني مش متخيلين شكله جميل جدا جدا، ما شاء الله، الله يبارك لصاحبه يعني. زي ما انتم شايفين برضه هنا عملنا برضه استغلينا برضه هنا المساحه اللي هي المفروض ان ده الجزء بتاع البار اللي هو بيطل لبره اهوت، بس البار عالي عن الجزء بتاع سطح يعني القرصه بتاع المطبخ عالي عنها، بحيث برضه ما فيش حاجه اللي محطوط على المطبخ يبقى بعيد عن البار.
زي ما انتم شايفين اهو. طبعا بقى الغرفه بقى قسمناها بشكل جمالي برضو واستعمالي، يعني خدنا هنا رف، هنا رفين، هنا رف. طبعا الزاويه ما ينفعش نزود اكتر من رف، لان زودنا اكتر من رف هتكون مساحتها زي كده، شايفين ده؟ هتكون مساحتها زي كده فصعب، هيبقى صعب استخدامها. فهي الزاويه من الاحسن ان هي تتعمل رف واحد، او تتساب فاضيه وبتاع الالومنتال يركب لك فيها السله الدواره. فطبعا السله الدواره مش هتنفع معانا هنا، عايز استخدام يعني استخدام حنين شويه، فاحنا بنعملها الرف وبتشتغل. وطبعا الجلسه زي ما انتم شايفين. طبعا احنا بنقول للزبون لو عندك سيراميك فايض عندك اي حاجه من عندك، بحيث ان احنا نوفر له. يعني احنا بنقوم بندور على الزبون ان احنا نوفر له. فاحنا بنشوف لو عنده سيراميك فايض بنعمل له الزنار ده جرانيت زي ما انتم شايفين كده، والرخام ده بنعمله له من السيراميك اللي فايض عنده. يعني بنستغل الايه الهالك اللي عنده ونركبه. طبعا المطبخ ده يا جماعه مفيش هالك نهائي. كل لو قسته، يعني مثلا لو قسته، لو هو مثلا جاي 45 متر، هتقيسه دلوقتي كده وربعته هتلاقيه عامل 50 متر. يعني في فرق 5 متر زياده. ده للزبون طبعا مش هيحاسب عنه، ده طبعا اللي احنا عارفين الحاجه جايه بمقاساتها، واللي هتتقطع الهالك هتروح فين وهتيجي منين. يعني مثلا الجزء ده جايبينه 80، الجزء ده كده جايبينها حته 80 في بعضيها، وخدنا الزاويه عشان ما يبقاش فيه لحام زي ما انتم شايفين اهو، جاي قطعه واحده. طب الجزء ده راح فين؟ اترمى؟ لا والله. نفس النظام هنا، الرخام ديت برضو كان جايه 70، دي معلش كان جايه 80 ودي كان جايه 70. هل الجزء اللي هو المثلث اللي طلع من هنا كده اترمى؟ لا والله. نفس النظام هنا وهنا وهنا، كل ده استغلناه وشغلناه. طبعا مع الممارسه يا جماعه، انت كل ما تبقى ممارس في الحاجه بيبقى عارف دنيتك رايحه فين وجايه منين، وهتجيب ايه وهتركب ايه وهتهدر ايه وهتوفر ايه مع الممارسه. تمام. ده شكل المطبخ بتاعنا. المطبخ شكله جميل جدا بجد، وفينشه كويس جدا. لكن للاسف احنا بنصور دلوقتي شايفين بالليل، احنا شطبنا المغرب جدا من نص ساعه. فالجو عتم، فجودة الإضاءة مش اللي هي برضه، فعشان كده مش موضحة تفاصيل الشغل وجمال الشغل. إن شاء الله ساعة ما يقفل الأمونتان بتاعه هنيجي نصوره وهنوريه لحضراتكم. يعني هنوريه لحضراتكم ونشوفه مع بعض، هيبان أكتر ويظهر، وهيكون شكل جميل جدا. طبعا العلب جميله جدا وواسعه جدا زي ما انتم شايفين. بس في هنا بقى مشكله، يعني مشكله صغيره بس مضايقاني، اللي هي ايه؟ الصندره ديت اللي هي السقف ده اللي هو الخرسانه اللي معمول بالسيراميك ده جاي مش ميزان. لا، ما هوش ده كده، مش ميزان. ده كده لو هتلاحظوا هتلاقيه بميول كده، مايل كده. في فرق من هنا من البدايه للنهايه 7 سم. حتى بصوا الفرق السيراميك اهوت، شايفين هنا في غلاء هي السيراميك، جزء السيراميك اهوت فوق البلاطه، هنا السيراميك مقصوص منها، دي واضحه. ديت المشكله اللي هي مضايقاني. لكن بعد كده المطبخ ما شاء الله. طبعا الكوابيل يا جماعه برضو بالشكل الجمالي ده، نفس شكل الديكور بتاع المطبخ اللي هو ده، بس ده موجب والكوابيل سالب. الكوابيل ديت سالب يعني داخله لجوه، وانما ديت خارجه لبره. تمام. طبعا الكوابيل برضو عملناها بالجرانيت الاحمر اسواني. الاحمر الاسواني ده يا جماعه انا بنصح اي حد بيه الصراحه، بنصح اي حد بيه، يعني ما هوش فواتح. وعايز اقول ملحوظه، معلش سامحوني لو طولت عليكم. ملحوظه صغيره، في ناس تقول لك لا انا عايزه الرخام شبه السيراميك، شبه السيراميك. ده بيبقى بايخ جدا 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 جدا. فانا بنصح يعني مش شرط انك انت تجيب شبه السيراميك. بص لما يكون عكس، يعني لون فاتح ولون غامق بيظهر، يعني في حاجه بتنور. لكن انت خلينا دلوقتي لو مركبين مثلا، هنقول اقرب حاجه للسيراميك مثلا في المصري نيو حلايب او رمادي شركه او جندله. تخيل ده لو معمول جندله او رمادي شركه او نيو حلايب، والله كان هيبقى شكله شاذ كده ومش كويس.
لكن لما تحط غوامق بتبقى جميله جدا. الاحمر الاسواني يا جماعه ده حجر مصري، يعني جميل جدا 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 جدا. شايفين الحجر لمعته؟ لا اللهم ما شاء الله عليها، يعني اللمعه. شايف احنا هنا ما ركبناش ليد عشان صاحب البيت قال ان هو اللي هيركب الليد، هو عايز يجيب نوع ليد معين ويركبه. فشايفين ده لما يركب فيه الليد كده والالمتان طبعا هيبقى تحفه. طبعا ديت يعني لابد انها تيجي فيها حاجه زي كده. الاحمر اسواني لابد ان يجي فيه حاجه زي كده، بس لو كبير عن كده لا. يعني لو بقعة كبيرة كده وباينة ظاهرة كده وأحمر كبيرة كده، لا بلاش منها. لكن حاجة زي كده مش شاذة يعني، أو مش هتضايق المنظر أو كده. ده كان المطبخ بتاعنا. أتمنى إن هو يكون عجبكم، وإن شاء الله آه، هنشوف حاجة تانية وحاجة أحلى بإذن الله. طبعا لو أنت لسه بتتفرج علينا لحد دلوقتي يبقى أنت متابع مميز جدا جدا جدا، واثبت لي وجودك بتعليق ولايك. ولو أنت أول مرة تشوفنا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان تشوف الفيديوهات الجديدة. ولو بتتابعني من على الفيسبوك متابعنا، اعمل متابعة أو اعمل لايك برضو وتعليق عشان تثبت وجودك بيه. بشكركم وآسف جدا لو طولت عليكم، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.